اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غيكون عبارة عن حصيلة المنتخبات العربية في تصفيات كأس افريقيا 2025 بالمغرب. الفيديو السابق كان حصيلة عامة لمباريات الجولة الأولى والثانية، رابط الفيديو كاين في صندوق الوصف. أما هذا الفيديو فهو حصيلة خاصة بالمنتخبات العربية. إذا في هذه التصفيات كاين 48 منتخب، 7 منهم منتخبات عربية وهم كالتالي: المغرب اللي كيحتل المركز 14 عالميا، منتخب مصر اللي كيحتل المركز 36، منتخب تونس اللي كيتواجد في الرتبه 41، الجزائر اللي كاين في الرتبه 46، منتخب موريتانيا اللي كيتواجد في المركز 112، ومنتخب ليبيا اللي كاين في المركز 117، وختاما منتخب السودان اللي كيتواجد في المركز 121 عالميا. نبداو بالمنتخب التونسي اللي كيتواجد في المجموعه الاولى. نصور قرطاج قدروا يحققوا الفوز في المباراه الاولى لكن بصعوبه على منتخب مدغشقر بنتيجه 1-0، والهدف اللي سجلوا لاعب الغرافه فرغاني ساسي في الدقيقه 98. في المباراة الثانية المنتخب التونسي واجه منتخب غامبيا واستطاع يسجل الهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق مدافع نيس الفرنسي علي عبدي، لكن المنتخب الغامبي غيعدل النتيجة بعد 3 دقائق عن طريق مهاجم ريزي سبور التركي علي سوي. والمنتخب التونسي غيسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75 عن طريق اللاعب محمد بن علي. بالتالي نقدروا نقولوا بان المنتخب التونسي بدا بدايه قويه، بحيث ان 6 ديال النقاط خلاته يتصدر المجموعه بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني واللي هو منتخب جزر القمر اللي عنده 2 نقاط. وفي الجوله الثالثه منتخب تونس غيستقبل جزر القمر. ننتقلوا للمنتخب المغربي اللي كيتواجد في المجموعه الثانيه. المنتخب المغربي حقق الفوز على منتخب الغابون ب4-1، المباراه اللي سبق ودرت تحليل لها، رابط الفيديو في صندوق الوصف. اما المباراه الثانيه فكانت مفاجئه شيئا ما، بحكم ان المنتخب المغربي انتصر بصعوبه بهدف لا شيء. الهدف اللي جاء حتى الدقيقه 93 عن طريق لاعب ريال مدريد ابراهيم دياز، ولكن من الرغم من هذا الفوز الصعب الا ان المنتخب المغربي كان مسيطر على المواجهه، بحيث ان نسبه الاستحواذ وصلت ل 80% مقابل 20 للمنتخب ليسوتو. وبهذه الانتصارين المنتخب المغربي هو الاخر كيحتل الصداره ب6 ديال النقاط، والمواجهه القادمه غتكون امام افريقيا الوسطى. نمشيو للمجموعه الثالثه واللي كتضم منتخبين عربيين الا وهما مصر وموريتانيا. نبداو بالمنتخب المصري واللي قدر يحقق الفوز على راس الاخضر ب 3-0. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي! المباراه اللي تلعبات بملعب القاهره الدولي. في الدقيقه 23 رامي ربيعه غيسجل الهدف الاول، وقبل نهايه الشوط الاول لاعب انتراخت فرانكفورت الالماني عمر مرموش كيسجل الهدف الثاني، وفي الدقيقه 70 مهاجم بيراميدز ابراهيم عادل كيختتم الثلاثيه. منتخب مصر بقى محافظ على المستوى ديالو وقدر ينتصر 4-0 خارج القواعد امام منتخب بوتسوانا. الاهداف الاربعه سجلها كل من تريزيغي في الدقيقه 5 والدقيقه 29، الهدف الثالث سجله محمد صلاح في الدقيقه 56، والهدف الرابع كان من نصيب مصطفى فتحي في الدقيقه الرابعه من الوقت البديل. بهذا الانتصارين المتتاليين واللي قدر فيهم المنتخب الفراعنه يحافظ على نظافه شباكه، تصدر المجموعه الثالثه والاخر ب6 ديال النقاط. ونجيو الان لمنتخب موريتانيا واللي كاين في نفس المجموعه اللي فيها منتخب مصري، اللي استطاع ينتصر في المباراه الاولى بصعوبه بهدف لا شيء امام منتخب بوتسوانا. الهدف اللي سجله لاعب الوداد سيدي بونا عمار في الدقيقه 84. لكن المنتخب الموريتاني تعثر في الجوله الثانيه امام منتخب راس الاخضر وانهزم 2-0، وبالتالي كيجي في المركز الثالث بفارق الاهداف خلف راس الاخضر برصيد 3 ديال النقاط. المنتخبين المصري والموريتاني غيتواجهوا في المباراه القادمه في مقابله عربيه خالصه. نمشيو الان للمجموعه الرابعه واللي كيتواجد فيها المنتخب الليبي اللي تعادل في مباراته الاولى امام رواندا بهدف لمثله. المنتخب الليبي كان سباق لهز الشباك عن طريق اللاعب صبحي الداوي، لكن المنتخب الرواندي عدل النتيجه في الدقيقه 47. اما المباراه الثانيه هي الاخرى المنتخب الليبي بادر فيها بتسجيل الهدف الاول عن طريق اللاعب فيصل البدري من علامه الجزاء، لكن منتخب البنين رجع وسجل هدف التعادل في الدقيقه 50 والهدف الثاني في الدقيقه 62، وبالتالي المنتخب الليبي يتذيل ترتيب المجموعه الرابعه بنقطه واحده. وما يعاب ايضا على المنتخب الليبي هو تلقيه البطاقه الصفراء، حيث انه تلقى 3 البطاقات الصفراء في المباراه الاولى و5 البطاقات الصفراء في المباراه الثانيه. وللاشاره فالمنتخب الليبي كتنتظر مواجهه قويه في الجوله القادمه امام منتخب نيجيريا. نمشيو الان المجموعه الخامسه واللي كيتواجد فيها المنتخب الجزائري اللي حقق الفوز في المواجهه الاولى واللي جمعته بمنتخب غينيا الاستوائيه بنتيجه 2-0. الهدف الاول سجله لاعب الاتحاد السعودي حسام عوار في الدقيقه 69،
والهدف الثاني غيجي في الدقيقة الخامسة من الوقت المضاف عن طريق مهاجم رين أمين غويري. المنتخب الجزائري واصل التألق ديالو وانتصر في المباراة الثانية كذلك واللي كانت خارج القواعد على حساب منتخب ليبيريا بنتيجة 3-0. الهدف الأول سجله غويري في الدقيقة 17 والثاني في الدقيقة 25 عن طريق آدم زورغان، وفي الدقيقة 80 بغداد بونجاح كيضيف الهدف الثالث. وبهذ الانتصارين واللي قدر يحافظ فيهم المنتخب الجزائري على نظافة شباكه والآخر مثل المنتخب المصري، كيتصدر من المجموعة ب6 ديال النقاط وبفارق 4 ديال النقاط على الملاحق المباشر واللي غيواجهه المنتخب الجزائري في المباراة القادمة واللي هو منتخب الطوغو اللي عنده 2 نقاط. نمشيو للمجموعة السادسة ومع آخر منتخب عربي وهو منتخب السودان واللي انتصر في المباراة الأولى على منتخب النيجر بنتيجة 1-0. والإشارة في مدرب منتخب النيجر هو بدر الزكي اللي سبق ودرب منتخب السودان أيضا. الهدف الوحيد جاء في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب أبو بكر عيسى. لكن المنتخب السوداني ما قدرش يحافظ على السيطرة على المجموعة بحيث أنه انهزم في المباراة الثانية أمام أنغولا بنتيجة 2-1. وبالتالي المنتخب السوداني كيتواجد في الرتبة الثانية 3 ديال النقاط خلف المتصدر أنغولا اللي عنده 6 ديال النقاط. وفي الجولة القادمة منتخب السودان غيواجه منتخب غانا. إذا كانت هذه حصيلة المنتخبات العربية خلال المباراتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2025. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء. I just wanted to say